اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف امبابي وانا دلوقتي قدام مكان عمرك ما هتتخيله، مكان المفروض انه سر للعالم كله، بس الا في هولندا. هولندا ما تعرفش الاسرار في هولندا كانها في بير كبير ومخروم والدنيا كلها بتشرب منه. ليه بقى بقول الكلام دوت؟ لان انا قصاد متحف الماسونية اللي هم يعني انت عارف يعني كل الشائعات والحاجات اللي بتطلع عليهم. هنخش دلوقتي متحف الماسونية ونشوف ايه اللي جوه، فخليك معايا وهنخش ونستكشف جوه بنفسنا. هو التذكرة جوه ب10 يورو بس، يلا فداك. خلينا نخش كده اهوت. وقبل ما ادخل المكان دوت حابب اقول لك يعني انا بنزل كل فيديوهاتي على القناه بتاعتي على الواتساب، فاشترك في القناه على الواتس، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الوصف بتاع الفيديو. وقبل ما نخش شوف انا وصلت هنا ازاي الاول، يلا بينا. يعرض هذا المحتوى لأغراض التوثيق والعرض الثقافي فقط، بهدف تقديم مشاهد أو لقطات من فعاليات أو مظاهر ثقافية في سياق إعلامي أو معرفي. لا يعد هذا المحتوى بأي شكل من الأشكال ترويجاً أو دعوة أو تشجيعاً على أي أفكار أو ممارسات أو توجهات قد تتعارض مع القيم أو العادات أو المعتقدات السائدة في المجتمع المصري أو العربي. جميع المقاطع المصورة مأخوذة في أماكن عامة ومفتوحة أو من مصادر متاحة علناً، وتم عرضها في سياق توثيقي إخباري بحت دون نية للإساءة إلى أي طرف أو خدش الحياء العام. أي تفسير آخر للمحتوى يقع على مسؤولية المشاهد وحده، ولا يتحمل سيف أمبابي أو القناة التابعة له أي تبعات قانونية أو معنوية ناتجة عن سوء الفهم أو التأويل أو إعادة استخدام المحتوى خارج سياقه الأصلي. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see it when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself so I just double up again. I'm going in, I'm going in. صباح الخير علينا وعليك، يا رب تكون بخير. احنا بالفعل توكلنا على الله وواقفين دلوقتي عند بنزينة. شوف منظر الطريق السريع هنا هو عامل ازاي. دوت الطريق السريع، كل واحد بيمشي في الحارة بتاعته، مفيش زحمة مفيش اي حاجة، كل واحد ماشي على السرعة مظبوط، كلهم ماشيين 100 حرفيا 100 كيلو بالظبط. يلا بينا بقى دلوقتي نخش نجيب لنا حاجة نشربها من البنزينة. هو المفروض ان ديت البنزينة، بس شوف بيبيعوا في البنزينة ايه. يا سلام على الروقان والجمال والشياكة والأناقة والحلويات الحلوة ديت اللي بتصبح نفسك بيها. شوف بذمتك، عمرك شفت بنزينة بتبيع ورد ودباديب وحاجات كده اهوت؟ البنزينة ديت مش هتلاقيها غير في هولندا. وقلوب البوكي دوت ممكن تروح تخطب بيه واحدة والله. ساندويتش وعصير مانجا ب8 يورو و39. يلا. طيب هو احنا يعني كنا عايزين بس نجيب حاجة نشربها، عصير مانجا بس. احنا جبنا فطار كامل. الفطار الكامل دوت ب8 يورو 39 سنت. 8 يورو 39 سنت، يعني حاجة كبيرة يعني. دي تفطر وتغدي وتعشي كمان. بس المهم السندوتش بصراحة شكله جامد. فيه بيض طماطم خيار جبنة صفرة، يعني هي مش جبنة رومي بس جبنة صفرة كده. طيب يا صديقي الصدوق، بعد ما فطرنا وشربنا المانجا بتاعتنا وسوقنا ساعة وربع، وصلنا هنا عند المكان دوت. المكان مخفي شوية يعني، حتى بيوضبوه مش عارف ايه، بس شوف هو دوت المكان دوت هو يعني متحف الماسونية. حاجة بقى ما تعرفهاش ان المكان دوت يعني مش اي حد يدخله،
يعني عشان تخش وبتدفع 10 يورو التذكرة، بس لازم تحجز من قبلها. وغير كده كمان يعني برضو لو حابب انك تخش المكتبة او ان انت بتعمل ريسيرش على حاجة معينة او شخص معين في الماسونية، لان كل الاشخاص متأيدين ومكتوبين هنا هوت. لو حابب تعرف اي حاجة عن الحاجات ديت وتخش المكتبة بقى وتعمق، دي قصة تانية خالص. فخلينا نخش ونشوف هنشوف ايه جوه. طيب هو احنا دخلنا دلوقتي، يعني حتى السلم مكتوب عليه حاجات غريبة، انا مش عارف انا بعمل ايه هنا، بس كله عشان اليوتيوب. يلا بينا ننزل تحت. هننزل. ايه ده؟ ستاير مقفولة كده من اولها، ستاير مقفولة كده. يلا بينا. انا اهو، انا اهو. ايه ده؟ أنا اتخضيت خضة بسم الله الرحمن الرحيم. ببص ورايا لقيت نفسي برضو، يعني شوف هنا، ببص كده لقيت قصادي انا. الساعة بتاعتهم مكتوب برضو عليها حاجات غريبة. طيب هو احنا دخلنا دلوقتي في مكان كده برضو غريب، بس شوف حاطين حاجات ليهم وحاجات بتاعتهم. مش عارف دي دهب ديت ولا ايه. طبعا ازايز خمرة، الكوبايات بتاعتهم والحاجات والعادات بتاعتهم. لو عايز تترجم اي حاجة بقى خد لك سكرين شوت وعليكوا على شات جي بي تي. انا مش عارف ايه الحاجات ديت كلها. كتب وقوانينهم وحاجاتهم. السيوف دي يا جدعان، والبتاع ديت مكتوب عليها فيفاس كونينج فيفاس بيدلار، يعني اللي كان ملك كان شحات. يعني حرفيا ممكن يعملوا من الشحات ملك، ملك دولة من شحات. وديت خريطة، ديت الرموز بتاعتهم، هي ديت الرموز بتاعتهم. مش عارف كاس ايه دوت. حصالة. وهنا خريطة بتوريك الماسونية فين، يعني الأماكن اللي فيها الماسونية كلها. هي ديت الماسونية، ديت اللي معروفة في العالم كله، الهرم والعين. هي ديت الماسونية، مقطعين عليها الدولارات ومقطعين عليها حاجات. شوف بقى، كل دولت كانوا أعضاء في الماسونية من أول سنة 1632 لحد 73. سلفادور رئيس تشيلي، رئيس تشيلي كان في الماسونية. والله ناس يعني اوعى الاقي حد مصري هنا فيهم. وهنا تاريخهم، يعني هنا تاريخهم من البداية خالص من 1700 وشوية. الحروب والحاجات والتخطيطات اللي عملوها. من أول 1670. Het is wat weten passage. Het is de bedoeling dat je naar binnen keert. Dat je naar jezelf toe gaat.
buitenkant het wereldlijke op buiten laat. Dus dat is ook de essentie van in een donkere kamer zitten. Dat je echt naar jezelf toe gaat en jezelf echt dus belangrijke vragen gaat stellen. Dan leg je metalen af, dus je geld en je sleutels en je bezittingen en symbolisch ook je status en je macht. En je gaat een soort nieuwe levensfase in. Dat is toch wel het idee. Ja. Plus, het ligt in mijn voornemen te arbeiden in de graad van leerling vrijmetselaar. Plus Opsinger wil mij helpen de loge te openen. Elke keer als ik bij inleiding zit, dan herken ik daar weer nieuwe elementen in. Of zie ik daar weer nieuwe dingen in. Die me inzicht geven in wie ik ben. Wat ik in deze wereld wil bereiken als mens. En hoe ik daarin sta qua karakter. Dit en zal gegeven worden. Klopt en zult worden over. En op het moment dat je klaar is met je gezin in de kamer, dan word je geblind en dan word je in de tempel gelegd. Het is een vraag van goede naam. Goede voorbereider. Wat brengt deze man aan onze werkplaats? Alleen het verlangen ingewijd te worden voor zijn focus afwaard. In de tempel moet je symbolisch geestelijke beoefeningen gaan. En dat doen we op 3 reizen te maken in de tempel. 3 verschillende reizen. En dan doorloop je dus die stappen in het rituaal. En aan het einde, als het ware, als een ander moment kom je weer uit. En dan op een zeker moment gaat die blinddoek af. En dat moment vergeet ik nooit meer. Dat is zo indrukwekkend. Je ziet een strikt georganiseerde ruimte met een strikt georganiseerde broeders daar om je heen staan. Die allemaal in een bepaalde houding zijn. En dat is geweldig. Wat verlangt de kandidaat nu nog? Hij verlangt het licht te zien. Hij verlangt het licht te zien. Zijn tand en zijn wens voldaan. Ik herhaal nog steeds aan mensen die net ingewijd zijn, voer mee over wie. En er komt een kiezelsteen over. Hele vele omvattende, verwarrende gebeurtenis waarin je in de loop der jaren de weg gaat vinden en gaat kennen. Ook omdat je na je inleiding voortdurend andere leerlingen ingewend ziet worden. Dwingt je dus ook op dat moment de boodschap op te pakken. De boodschap is voor mij een hele duidelijke geweest. Er is iets heel veel terugdenken. Dat die boodschap dat heeft iets met je eigen verantwoordelijkheid te maken. Jij staat ervoor. Jij moet het doen. U bent nu opgenomen in de broederketen. De keten die de gehele aarde ontspant. De geblokte vloer die je ook in een tempel ziet. En die geblokte vloer die bestaat uit zwarte en witte stenen. Het goede en het kwade. De harmonie en de disharmonie. Zwart en wit. Beide dingen komen ook in levenspad tegen. Maar je zou het tableau kunnen zien als een soort kaart. Een soort kaart van de levenswereld van de vrijmetselaar. Maar tegelijkertijd ook een soort representatie van de loge. Dus de organisatie waarin je bij elkaar komt en waar je lid van bent en je broeders ontmoet. Maar je zou het ook nog kunnen zien als een soort representatie van het universum als gedaan. Dus je kan het op heel veel lagen kan je niet duiden. Dus echt een levensweg op een tableau van de tijd is uitgevoerd. Het meest voor de hand liggende om dat te noemen is de zon en de maan. Het is voor iedereen herkenbaar wat het betekent. We maken een wezenlijk deel uit van de vrijmetselarij. We zijn ook in de tempel, in onze werkplaats aanwezig. En betekenen natuurlijk heel veel in de zin van licht geven en licht ontvangen. Nou, betrek dat maar op jezelf, dan heb je alweer een hele mooie stap gemaakt. Wij spreken nooit over passen of over de winkel aan afzonderen. Je spreekt altijd over passen en winkel. Je probeert die verbanden bij elkaar te brengen. En een van de geheime krachten van de vrijmetselarij, om het nog maar spannend te maken, is dat
wij voortdurend bezig zijn met een paradox. De passer en de winkelhaar, die toch hetzelfde ongeveer aanduiden. Maar het is een paradox. Heel bekend verhaal is natuurlijk ook de ruwe steen, waarbij elke ingewijde leerling te horen krijgt dat die ruwe steen dat hij het zelf is. En dat hij die steen moet gaan bewerken. En waarom? Omdat wij zeggen dat de vrijmetselaar zichzelf ziet als een ruwe steen, waarin hij een kubieke steen aanwezig weet. Een kubieke steen zou je als de utopie kunnen typeren, maar het is wel zeg maar, de perfectie die wij nastreven. En dat betekent dat we allemaal werken aan die ruwe steen. Nou, dit is een hele plastische uitleg, totdat je je gaat verdiepen in de methodiek van de vrijmetselarij. En dat je op een gegeven moment jezelf ook echt gaat zien als een ruwe steen. En dat je ook echt het idee hebt, goed, er zit dus iets in wat ik graag naar boven wil halen en hoe ga ik dat bereiken? En dan gaat zo'n steen dan leven. Nou, dat is in feite wat vanuit die inwijding, zeg maar, is daar de eerste aanzet toe gegeven. Maar symboliek verdraagt ook nuchter verstand en redeneren. En dan kan het heel interessant zijn. Als je een jaar leerling doet en je hebt plezier om naar een horloge te komen en je hebt gemerkt dat de horloge ook bij jou past en jij ook bij het horloge past, dan ga je naar de volgende stap en dan word je opnieuw ingewijd. Want dan als gezellig. Wijsheid. Kracht. Schoonheid. Als je dat in een jaar gedaan hebt, dan word je ingewijd in de volgende fase. Dat is de meesterfase. En dat zijn de 3 basisstappen van het vrijmetselarij. Je zou kunnen zeggen, door het feit dat die ritualen de meeste logisch een aantal keren per jaar plaatsvinden, ga je dat als het ware steeds meer doorleven en steeds meer tot iets van jezelf maken. Dus eigenlijk, zo'n inwijdingsrituaal is een moment, het wordt eigenlijk pas een beginpunt. Dus het is eigenlijk het beginpunt van een reis of van een ontwikkeling, waarbij je als het ware steeds weer naar dat beginpunt teruggaat en dat steeds een beetje meer van jezelf maakt. Althans, zo werkt het voor mij. Het licht schijnt in de duisternis. I will open up the audio-visual presentation. You want to take your seats on the right side of the room. تخيل بقى معايا يا صديقي ان المكان ده كده كله كان اصلا بيت شخص ماسوني ودلوقتي عملوه متحف. يعني دوت كان حرفيا بيت، والمكان هنا كله قديم والخشب اللي بتمشي عليه بيعمل صوت، وعارف بجد ايه ده. بس يعني مكان غريب جدا جدا، ومش عارف مين عمه اللي واقف جنبي دوت، بس يعني برضو غريب. المهم في حاجات كتير انا هخرج بس من المكان هنا واتكلم عنها، عشان مش عارف اصور، وممنوع التصوير هنا وممنوع الكلام هنا وممنوع كل حاجة، بس انا بصور كده في الخباثة، فخليك معايا وهقولك على كل حاجة. طيب احنا خرجنا اهوت بالسلامة تاني، يعني ما اتخطفناش ولا حاجة، بس هروح بس العربية كده او اشوف مكان نقعد فيه وهحكي لك بقى عن كل حاجة وكل التفاصيل. طيب وانا دلوقتي في العربية راجع وسايق، فهحاول اللي هو ألخص الموضوع بتاع متحف الماسونية دوت بسرعة. أنا كنت داخل المتحف دوت وعندي سؤالين يعتبر. السؤالين دولت هم يعني إيه هي الماسونية وليه محدش يعرف عنها حاجة؟ ليه يعني حاجة كده غامضة، ليه؟ يعني وبيعملوا إيه بالظبط؟ فأنا دخلت المتحف دوت ويعني عملت كل حاجة، اتفرجت على كل حاجة وشفت فيديو كده اهوت. الفيديو دوت بيحكي لك يعني القصة بتاعتهم ايه وبيعملوا ايه وازاي تنضم ليهم، يعني زي ريكروتمنت كده اهوت، كأنهم بيعملوا HR، كأن المتحف دوت يعتبر HR للماسونية. انا دخلت وقعدت يعني اللي هو يعني اسمع واشوف واتفرج واصور، بس هو كان ممنوع التصوير بصراحة. انا صورت في الخباثة كده اهوت، يعني في حتت يعني كنت بصورها بالتليفون
حتت كنت بصورها بالكاميرا، عشان كده لا انت لسه شايف الفيديو دوت، عشان كده هتلاقي الصوره مش واضحه قوي ومش عارف ايه، بس اللي هو يعني على الاقل يا رب الصوت يكون حلو، انك تكون على الاقل سمعت هم بيعملوا ايه او بيتكلموا على ايه وكده. اهو فين المتحف دوت بقى؟ المتحف دوت في لاهاي، بالهولندي اسمه فرايمتسلراي موسيوم، بس يعني بالعربي نقول عليه متحف الماسونية. المتحف دوت في شارع اسمه يافاسترات، بس في لاهاي مش في امستردام. يعني عندك يافاسترات بتاع امستردام، وعندك يافاسترات بتاع لاهاي اللي هو يعني دنهاغ او دهيك. وانا كتبت شويه حاجات هنا على التليفون، يعني الاجابات على الاسئله اللي انا كنت داخل بيها، وشويه حاجات كده اللي هو يعني حابب اقولها لك. فخليني اقول لك انا كتبت ايه اللي انا عرفته جوه المتحف. اول حاجه يعني المتحف دوت بيتكلم عن ايه؟ المتحف دوت بيشرح تاريخ الماسونيه، يعني تاريخ الماسونيه في هولندا، بالاخص هولندا، والرموز والطقوس والحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الاجتماعات بتاعتهم. يعني المتحف دوت اصلا كان بيت حد ماسوني، وبعد ما الشخص الماسوني دوت مات، اخدوا البيت بتاعه، عشان كان في حاجات كتير قوي ما ينفعش تخرج بره، ما ينفعش تروح لحد يعني بره الماسونيه. فاخدوا البيت دوت وعملوه متحف، شالوا الحاجات اللي هي المهمه، الحاجات اللي مش عايزين يظهروها، والحاجات اللي هي العادي اللي الناس ممكن تعرفها سابوها وعملوه متحف. بس حتى بعد ما اتعمل متحف مش اي حد يعرف يدخله، ومش اي حد يعرف يروح. يعني ايه بقى الماسونيه؟ يعني ايه الماسونيه ديت؟ الماسونيه اللي الكل بيتكلم عنها، يعني في سوء فهم كده بيقول لك ان الماسونيه ديت ديانه، ودولت عبدة الشيطان، ودولت. لا، اللي هم بيقولوه يعني والله اعلم طبعا، بس اللي هم بيقولوه ان الماسونيه ديت يعني زي جماعه الماسونيه، يعني زي يعني هي نوع من الاخويه كده هوت، او الجماعه الفكريه، واعضائها بيهتموا بكم حاجه كده هوت. ايه هي الحاجات اللي اعضاء الجماعه ديت بيهتموا بيها؟ اهم الحاجات يعني هي تطوير النفس، الاخلاق، التفكير، الرموز. على الاقل هم دوت اللي بيقولوه. يعني هم بيقولوا ان الماسونيه ديت مش ديانه، هي جماعه، يعني ما بتنتميش لدين معين. بس اللي انا شفته ان كل حاجه عليهم، يعني نجمه داوود اللي هي النجمه الصهيونيه، فيعني هم بيقولوا انها ما لهاش علاقه بدين، بس انا اللي انا شفته بصراحه كان غير كده خالص. هم بيقولوا انها جماعه فكريه وروحيه اكتر ما هي جماعه دينيه، وبيهتموا بتطوير النفس والاخلاق والتفكير والرموز. يعني من الاخر كده هي مش دين، بس فيها طقوس ورموز كتير. ايه اللي انت ممكن تشوفه جوه المتحف؟ جوه المتحف دوت ممكن تلاقي لبس وشارات ماسونيه، تلاقي الرموز بتاعتهم، تلاقي مثلا وثائق قديمه، صور ورسومات، ادوات رمزيه، ادوات يعني حاجات يعني كانوا بيستخدموها بالفعل. ممكن تلاقي برضو مخططات وكتب في برضو جوه المتحف ودوت اللي اتعرض فيه اللي هو الفيلم بتاع الريكروتمنت بتاعهم، اللي هو الفيلم اللي هو يعني يعتبر زي HR كده هوت. المكان دوت يعتبر دوت زي معبد ليهم، يعني حاجه كده هوت زي غرفه اجتماع او معبد اللي بيعملوا فيها الطقوس والحاجات بتاعتهم ديت جوه برضو المتحف. هتلاقي شرح كتير جدا، يعني هم بيدوا لك كارت. استنى الكارت معايا، طلعه من جيبي. هم بيدوا لك الكارت دوت، يعني الكارت دوت بيدوهولك وعليه QR كود، تعرف تسمع كل حاجة، ويكون في شرح لكل حاجة بالانجليزي وبالهولندي. وهتلاقي يعني شرح كتير عن ازاي تنضم ليهم والطقوس بتاعتهم وايه اللي بيحصل لك اول ما بتنضم ليهم والحاجات دي.
والماسونية عندهم مش رمز واحد، يعني أشهر رمز تعرفه عن الماسونية هو العين والهرم، بس دولت رموز الماسونية وأشهر رموز الماسونية، بس الماسونية عندها رموز تانية أكتر. أنا أول مرة برضو أعرف الموضوع دوت. يعني البرجل اللي هو اللي أنت بتستخدمه في ثانوي، البرجل دوت حرفيا رمز من رموز الماسونية. المسطرة الزاوية او اللي هي القوس ديت يعني برضو رمز من رموز الماسونية. طبعا العين اللي بتشوف كل حاجة، المطرقة، عارف اللي هي المطرقة اللي هي الشاكوش الكبير دوت برضو رمز من رموز الماسونية. النور، يعني لما يكون في نور كتير او كده النور دوت رمز برضو من رموز الماسونية. ويعني الحكمة بتاعتهم او المقولة بتاعتهم هي الحكمة والقوة والجمال. الحكمة، القوة والجمال، وكل حاجة ترمز للحكمة والقوة والجمال ديت يعني يعتبر رموز ليهم. انا هسيب لك كل التفاصيل ديت تحت في الوصف. وانا يعني برضو حابب اقول ان انا مش بروج لاي حاجة، دوت متحف يعني يعتبر متحف عام في هولندا في لاهاي. ممكن يعني الحاجات اللي انا بصورها ديت بس بوثق الثقافات الهولندية، يعني ولا بروج حاجة ولا ليا دعوة بحاجة ولا عايز حاجة. فلا، هو انا عايزك تعمل لايك سبسكرايب وشير وتسيب لي تعليق حلو وتقول لي اصور ايه المره الجايه. انا يا جماعه بجد يعني محتاج افكار جديده. لو دخلت على الكوميونتي عندي على اليوتيوب هتلاقيني منزل بوست، وهسيب اللينك بتاع البوست دوت برضو في اول تعليق. اكتب لي ايه اللي انت حاببني اصوره، حاببني اصور ايه هنا في هولندا. انا بدور على افكار جديده عشان يعتبر كل حاجه في هولندا يعتبر صورتها. وبكده احب اقفل الفلوج دوت. ما تنساش تعمل لايك حلو وسبسكرايب جميل والتعليق اللي انا لسه قايل لك عليه. واحب اقول لك كان معك سيف مبابي من قلب هولندا. سلام.